ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وملخص جديد. اهلا بكم في طوكيو انمي. رجعنا لكم بملحمه جديده وفيديو جديد، وعلشان كده قبل ما نبدا ما تنساش انك تعمل لايك والسبسكرايب، ويلا بينا من غير ما نضيع اي وقت عشان عندنا قصه طويله النهارده. بيبدا الانمي بتاعنا بيوم كله فرح وحماس، والكل متجمع علشان يحضروا معركه الاساطير اللي هتحدد مصير عشيره لينج، واللي هتخليها اقوى وتحولها العشيره من التصنيف الاول. وبنشوف فان مؤسس ومعلم عشيره لينج، واللي بيمتلك قدرات أسطورية، وهو بيستخدم الطاقة المائية وبيتحكم في حوت عملاق ومحدش بيقدر عليه. وبنشوف على اليمين الشخص اللي هيختبر الحوت اللي عمله فان، وبيتحكم في غوريلا الضخمة بطاقة نارية كبيرة جدا. وفعلا بتبدأ المعركة وبيهجموا الاتنين على بعض بقوتهم القوية جدا، وكل الناس بتتفرج ومش مصدقين اللي شايفينه. وبتنزل مية على الجمهور، وبيطلع فان على الحوت وبيعمل حركة بإيديه وبيضرب ضربة قوية جدا بتزلزل المكان كله. لكن الشخص التاني ده مش بيسكت ومش بيستنى يكمل، وبيطلع وبيحول الغوريلا لوحش كبير من النار، وبيضرب ضربة قوية جدا ناحية فان. والناس كلها بتكون مبهورة وبيفتكروا ان خلاص كده فان خسر ودي نهايته، وتلاميذه مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه وبيفقدوا الامل. لكن طبعا الكلام ده مش على فان، وبيجمع كل قدراته وبيطور الحوت ده، وشكله بيتغير وبيكبر جدا لدرجة انه بيمتص كل الهجوم اللي عليه وبيقدر انه يقضي عليه. بيجمعوا فان والراجل التاني كل قوتهم، وبيستعدوا للضربة الأخيرة، والطاقة الكبيرة اللي بينهم بتملى المكان كله، وبيكونوا كل الناس فرحانين وبيشجعوا فان، وفعلا هو اللي بيكسب في الآخر. بترجع العشيرة أقوى بكتير، لكن بتحصل حاجة غريبة ومش متوقعة خالص. بينفجر الحوت اللي فان عامله، وبتستحوذ عليه قوة غريبة، وبيتحول لجثة، وبيبدأ إن هو يهاجم كل الناس. وفان بيحاول إن هو يوقفه ويلغي الاستدعاء بتاعه، لكن بيكون فقط قدرة التحكم فيه وبيخرج عن السيطرة. وبيهجم الحوت على فان وبيقتله، وبيبقى خلاص مات وشريط حياته كلها بيعدي قدامه. وبيشوف اصحابه وتلاميذه واتفاقهم ان هم يكونوا اقوى عشيرة في العالم، وذكرياته مع اهله وكل حاجة عاشها. وبيشوف المشهد وهو بيقاتل، والحوت بيتحول وبيقتله وبيضيع حلمه في ثواني، والكل بيبعد عنه وبيسيبوه، مش بيقدر ان هو يوقفهم او يوصل لهم، ومش بيكون فاهم حاجه وصل لهنا ازاي. لكن بتحصل حاجه غريبه، واول ما بيفتح عينه بيلاقي نفسه في الغابه عايش عادي وما ماتش ولابس لبس غريب. بتزيد التساؤلات جواه اكتر ومش بيكون فاهم حاجه، وبيروح علشان يشرب من النهر. لكن بيتفاجئ جدا اول ما بيشوف انعكاس وشه، وبيلاقي شكله اتبدل مع شخص تاني، ومش بيكون فاهم مين ده ولا ليه بيحصل له كده. وفي اللحظه دي بتشوفوا ناس واقفه في الغابه وبيقبضوا عليه وبيحبسوه في اوضه غريبه، وبيفضل يسال نفسه اكتر، وبيقول ان هو مش هيسكت على اللي بيحصل ده ولازم يبدا من جديد، وانه متاكد ان هو كسب في المعركه. لكن اكيد حد استخدم السحر بتاعه على الحوت بتاعه وحوله لكده، واكيد حد خطط ان كل ده يحصل له، وبيقرر انه لازم يلاقيه وينتقم منه، وبيستخدم قوته وبيطلع الحيوان الروحي بتاعه علشان يقدر انه يهرب من المكان ده. لكن بيتفاجئ لما بيطلع له كلب ونبته صغيرين، ومش بيكون فاهم ايه اللي عمال يحصل له ده، وبيسألهم انتوا ايه قوتكم. لكن الكلب ده قوته بتطلع انها بتكون غريبة جدا، وبيعمل حمام في المكان، لكن اكيد النبتة بتكون مفيدة اكتر منه. بيرجعهم فان تاني قبل ما الحراس تيجي وتشوفهم، وفعلا الحراس بيجي، اول ما بيدخل بيشم ريحة وحشة جدا، وبيسألوا ايه القرف ده. لكن فان بيضحك وبيقول له ان ده الطبيعة بقى، انت فاهم. بيفكوا الحارس وبيقولوا ان الانسة باي عايزة تشوفه، وبياخدوا ليها، وهم في الطريق بيسألوا فان عن السبب اللي باي عاوزاه علشانه، وهل هتعذبه مثلا. لكن بيتجاهلوا الحارس ومش بيرد عليه. وفعلا بيدخل البنت دي ومش بيكون فاهم حاجه، وبتساله انت مش عارف انت هنا ليه؟ بيقول لها فانا علشان ست طيبه واكيد هتديني فرصه علشان اصلح اخطائي مش كده. لكن بنعرف ان صاحب الجسم اللي فان فيه دلوقتي كان اسمه ليو، وحاول انه يتحرش بيها وحط لها مخدر في الشاي، لكن ما قدرش يعمل اي حاجه، والحراس مسكوه، وهي حاليا هتنتقم منه، وحتى انها تقتله ده مش هيرضيها، وهتسجنه هنا طول حياته وتخليه عبد عندها وتعذبه في الوقت اللي هي عايزاه. بيتوتر فان جدا وبيقول لها استهدي بالله بس وخلينا نحلها ودي ابوس ايدك. بيتسحب لعند الباب وبيكون خلاص هيمشي، لكن بتسأله باي انت مين سمح لك انك تمشي. وبتطلع الوحش بتاعه واللي بيكون قوي جدا، وبتخليه يهجم على فان، ويا عيني عليه الضربه بتكون قويه جدا وبيتحدف بعيد. وبيقول لها انت قد اللي انت عملتيه ده، طب والله مش هسكت لك. وبيطلع الوحش بتاعه، بس في اللحظه دي بيتمنى ان هو يرجعهم تاني علشان البت ما تموتش من الضحك. وفعلا باي مش بتقدر تمسك نفسها من الضحك، وبتساله ايه الالعاب اللي انت جايبهم دول، انت مش مكسوف من نفسك. بيبقى فان هيموت من الاحراج،
وبتسأله دول الوحوش بتاعتك وعندك الجرات واجهني. وفعلا بيهجم الوحش بتاع الكلب بتاع فان وبيهجم عليه هو كمان الكلب وبيكون خلاص هيقتله، لكن بيتحكم فان في الكلب وبيقدر ان هو يتفادى هجمات الوحش بكل سهوله. بتكون باي مستغربه جدا ومش فاهمه العبث اللي بيحصل ده. بيستخدم فان النبته دي وبيرجعها لورا وبيحدفها على الوحش ده، والضربه بتكون قويه جدا وبتكتفه. بتزود باي من قدرات الوحش بتاعه وفعلا بيقدر ان هو يبلع النبته وبيكون خلاص هياكلها، لكن بيقدر فان يخليها تكتفه خالص وبيطلع الكلب وبيمسي عليهم من فوق. وبتتعصب باي جدا، بتفاعل كل قوتها وفعلا بيتحول الوحش وشكله بيتغير وبيحرق النبته دي وبيحدفها بعيد، والكلب بيتضرب وبيجيب اخره. بيكون فان مش عارف يتصرف ازاي او يعمل معاها ايدي، لكن بتقطع تفكيره وبترميه في البركه اللي ورا وبيكون خلاص هيموت وطاقته بتخلص. لكن لحسن حظه بيشوف سمكه السلور واللي بتكون من نفس نوع السمك اللي طوره قبل كده وبقت حوت عملاق. بتروح باي تغسل الجزمه بتاعتها من اللي عمله الكلب ده، لكن فجاه بتلاقي فان طالع لها من البركه والسمكه واقفه جنبه. واول ما بتشوفه بتفضل تستهزئ بيه وبتساله انت فاكر انك هتقدر تتحكم في السمكه دي وتحاربني بيها؟ لا يا حبيبي ده في احلامك. وبتحكي له ان في الماضي السمكه دي كانت من اقوى الوحوش وكانوا بيقدروا يطوروها وتبقى حوت ضخم، لكن في بطوله القمه اللي حصلت من سنه الحوت حصلت له حاجه غريبه ومحدش قدر يسيطر عليه وخلص على صاحبه، ومن يومها محدش بيقدر ان هو يخرج قوتها وقتلوا كل انواع السمك ده. والسمكه اللي معاه دي اخوها هو اللي جابها وتقريبا هي الوحيده في القاره كلها. واول ما بيسمع فان الكلام ده بيتصدم وبيتعصب وبتهجم عليه باي بالوحش بتاعها، لكن خلاص فان بيكون فاق ليها وبيمسك الوحش ده وبيخلي السمكه تشفطه. بتكون باي واقفه مش فاهمه اي حاجه وفعلا السمكه بتشفطه في ثواني، وبيخرج فان من البركه وهو كسبان وبيشكر باي على المعركه اللطيفه دي وبيسيبها وبيجري قبل ما الحراس يشوفوه يمسكوه. وفعلا بيستخدم النبته بتاعته وبيقدر ان هو يهرب منهم بكل سهوله. وبيجي تاني يوم والحراس بتعتذر من باي وبيفهموها ان هم ما قدروش يمسكوه خالص وكان اسرع منهم. بتتعصب باي جدا وبتفضل تشتم فيهم وتعيط وبتطلب منهم يجيبوه مهما كان الثمن. وفي اللحظه دي بيجي اخوها وبيسالها مين ده اللي مزعلك، وبتحكي له باي كل حاجه وبتعرفه كمان ان هو قدر يتحكم في سمكه السلور وبتطلب منه ان هو ينتقم لها ويجيب لها حقها. لكن بيطمنها اخوها وبيعرفها ان سمكه السلور دي ما حدش يقدر ان هو يستخرج قوتها غير شخص واحد بس واللي هو فان، وخلاص هو مات من سنه. لكن اللي خد السمكه دي عيل عبيط ومش هيعرف يعمل بيها حاجه ويخلص لها عليه. لكن برضه باي مش بيكون قلبها مطمن وبتكون حاسه ان فان وراه حاجه كبيره. وبيجي تاني يوم وبيروح فان لمكان غريب علشان ياخد حيوان سريع ينقله لمكان الطائفه بتاعته، وبيطلب منه الراجل اللي شغال هناك يقول له رمز الطائفه بتاعته وبيمثل الحركات بتاعتها. وفعلا فان بيسمع كلامه وبيعمل رمز الطائفه، لكن الراجل ده مش بيلاقي اسم عشيرته وسط الكتاب، لكن بيفضل يدور وبيلاقيها في الاخر وبيطلب منه فان ان هو يديله الصقر زي ما كان متعود اول فهد. لكن بيقول له الراجل ان عشيرته نزلت للمستوى الرابع اصلا واخره ياخد الخنزير يوصله. بيتصدم فان لكنه بيستسلم للامر الواقع وبيركب الخنزير وبيروح لعشيرته، ولكن بيروح قبلها يعالج الحيوانات الروحيه بتاعته وبيروح يسال واحده من البياعين لو عندها مهاره فقاعه الدفاع، وفعلا بتدور وبتطلع انها اخر واحده عندها. وبيفتكر فان ان حظه بقى حلو اخيرا، وقبل ما ياخدها بيجي واحد اسمه شيوي وبيقول ان هو اللي هياخد الكتاب ده، لكن بتحاول تفهمه ان الكتاب خلاص اتباع وبقى ملك الفان. لكن بيتعصب تشوي وبيقول ان اي حاجه هو عايزها لازم ياخدها، وبيطلع الوحش بتاعه واللي بيكون نمر وحواليه نار. لكن اول ما تشوي بيشوف فان بيتعرف عليه على طول بسبب الجسم اللي هو فيه دلوقتي وبيكون فاكره ليو، وبيروحوا ياكلوا وبياكل فان كانه ما شافش اكل قبل كده اصلا. بيسالوا تشوي انت كنت مختفي فين طول الفتره اللي فاتت دي؟ بيرد عليه فان وبيقول له كنت قاعد في البيت بزرع ورد وبربي كلاب. وبيجي فان يطلب منه طلب لكن بيقطعه تشوي وبيقول له ان هو مستغرب جدا انه ما شربش ولا كاس النهارده على غير عادته. بيقول له فان الله يخليك والله لسه شارب امبارح، لكن بيرفض تشوي وبيطلب منه ان هم يشربوا هما الاثنين، ولو هو شرب اكتر يبقى يطلب هو اللي عايزه. وفعلا بيفضلوا يشربوا وتشوي بيكون مش قادر يعمل حاجه بعد كاسين، لكن بيكون واضح كده ان ليو راجل سكير علشان مش بيكون اتاثر بالشرب اللي بيشربه. بيقول له فان ان هو ياخد الكتاب وفعلا بياخده وبيسيبه، وقبل ما بيمشي بيروح يفك البنت اللي كانت مع تشو وبيحررها. بنشوف عشيره فان وبيكون في مجموعه من قطاع الطرق هجموا عليهم علشان يستولوا على المكان وضربوا كل الطلاب وقتلوا وحوشهم، وبيطلبوا منهم ان هم كلهم يخرجوا من المكان والنبوء بتاعهم خلاص. لكن بيتدخل صاحب فان واللي بيكون اسمه دان وبيستدعي الوحش بتاعه علشان يخلص عليهم، والوحش بتاعه بيكون قطه سريعه جدا وبتضرب كل الوحوش بتاعتهم وبتكون قوتها كبيره جدا وبتقدر انها تخلص على كل الوحوش بسهوله وبترجع لصاحبها مره تانية. بيقول لهم دان ان هم كده بيضيعوا وقتهم وخلاص، وكان لازم الاول يعرفوا مهارات القطه دي قبل ما يتجرأوا ان هم ييجوا لهنا، وبيطلب منهم ان هم يمشوا بدل ما يموتوا زي الوحوش بتاعتهم. لكن زعيم العصابه ده مش بيسكت وبيوجه ضربته للبنات اللي واقفين، والقطه بتشوفه وبتجري بسرعه علشان تضربهم، لكن السحليه بتاعه العصابه دي فجاه بتظهر وبتقتل القطه قدام عينيهم. وفي اللحظه دي
دي بيوصل فان وبيشوف والعصابة بتضربهم وبيخلصوا على القطة اللي كانت بتحميهم ومحدش قادر انه يعمل حاجة. بيروح لهم زعيم العصابة وبيقول ان دلوقتي ما بقاش عندهم حتى حيوان يدافع عنهم، فياخدوا حاجتهم ويمشوا من المكان اسهل. وفجأة بيوصل فان واول ما العصابة بتشوفه بيسألوه انت مين، وبيطلبوا منه ان هو يمشي بدل ما يقتلوه هو كمان، لكن بيتجاهلوا فان وبيعرفوا ان المكان ده بتاعه اصلا وبيخلي الكلب يهجم عليهم. وفي اللحظة دي برضه بتهجم السحلية، لكن الغريب ان الكلب بيخلص عليها وبيكونوا مش مصدقين اللي بيشوفوه وبيخافوا، لكن بيطمنهم زعيمهم وبيقول لهم ان هم كتير وهو يا دوبك شخص واحد ومش هيقدر يهزمهم، وبيطلعوا الوحوش بتاعتهم. لكن فان بيكون ذكي جدا وبيكون قادر ان هو يخلص عليهم كلهم بالسمكة بتاعته، لكن بيقرر ان هو مش هيعمل كده قدام عشيرته وبيمثل انه خايف منهم وهيهرب. لكن اول ما بيخرجوا وراه بيشوفوه هو مع السمكة اللي كانوا فاكرين انها انقرضت. بيقول لهم فان ان هو لو شاف حد فيهم هنا تاني مش هيرحمه، واول ما العصابة دي بتشوف قوته بيخافوا جدا وبيهربوا. بينزل فان من على البوابة واول ما بتشوفه لينج بتروح علشان تشكره انه ساعدهم، لكن بيقطع فان وبيحضنها وبيقول لها ان هو فرحان جدا انه شافها مرة تانية. بتكون لينج مش فاهمة اي حاجة ولا مين اللهبل ده. بيتوتر فان وبيقول لها ان اسمه ليو وهي بس شبه واحدة كان يعرفها او حضنها بالغلط. بتعرفوا لينج على نفسها وبتشكره على اللي عمله معاهم، لكن بيسيبها فان وبيطلب منها يروحوا ويطمنوا على الباقي. واول ما بيدخل بيلاقيهم كلهم الزعل والقهر باين عليهم وكلهم وحوشهم ماتت، وحتى صاحبه دان قاعد على الارض ومش قادر يقوم. بيشوفوا فان وبيفتكر زمان لما دان لقى القطة دي وكان فرحان بيها جدا، وبيشوف الحزن في عينه وقد ايه متأثر انها ماتت. بيروحوا يطمنوا عليه وبيفاجئهم دان وبيقول لهم ان هو يسيب العشيرة ويمشي، وبتحاول لينج انها تهديه وتخليه يرجع عن قراره ده، لكن دان بيكون فقد الامل ومش شايف ان وجودهم هنا بقى ليه اي لازمة. اول ما بيسمع فان الكلام ده بيجري عليه وبيطلب منه ان هو ما يمشيش، وبيقول له انه لسه في امل للعشيرة وانه هيساعدهم بكل قوته علشان ترجع اقوى من الاول. لكن بيكون دان فاقد الامل لدرجة ان هو بيفضل يضحك على كلامه وبيسيبه وبيمشي، لكن بتجري عليه لينج وبتقول ان هو ما يقدرش يمشي ولازم يحققوا وصية المعلم بتاعهم ويحموا العشيرة. بينفعل دان وبيقول لها كان المعلم بتاعنا مات وهو الوحيد اللي كان بيحمي العشيرة دي واحنا من غير ولا حاجة، وان العشيرة ماتت معاه في اليوم اللي مات فيه. وبيقول لها ان هو يمشي ويبدأ لوحده من جديد، وفعلا بيسيبها وبيمشي. بيخرج ورا كل اعضاء العشيرة ومش بيفضل في المكان غير لينج اللي كانت بتحاول تمنعهم كلهم من ان هم يمشوا، لكن محدش بيسمع كلامها. بيبصوا كلهم للطائفة وبيأدوا طقوس الوداع، وبيكون فان مش مستحمل اللي بيشوفه وان كل اللي خطط له وبيحلم بيه بيروح في ثواني. بيقعد على الارض وبيترجاهم ان هم يدوا له فرصة تانية وهو هيعمل كل اللي بايده ويصلح كل حاجة، لكن الكل بيكون فقد الامل وبيسيبوه وبيمشوا. وبيجي تاني يوم وبيتجمع اللي فاضل من اعضاء الطائفة ومعاهم فان وبيفكروا هيعملوا ايه، وبتقول لينج ان دان هو اللي كان مترشح انه يكون المعلم بتاعهم، لكن دلوقتي هو مشي ومش عارفين المفروض يعملوا ايه. بيقوم واحد منهم واللي بيكون اسمه شينج وبيقول ان مفيش قدامهم غير شخص واحد علشان ينتخبوه. بتيجي الفان ثقة في النفس وبيتحرج وبيقول ايه يا جماعة انا لسه واصل مش للدرجة دي يعني، لكن شينج بيكون قصده على لينج مش هو خالص. بتكون لينج متوترة جدا في الاول لكن بتقبل بالمنصب، وبيكونوا هم طلاب عندها وبيسألها ايه هي خطتك الجاية. بتقول لينج ان لما تهجم عليهم من العصابة دي كل حيواناتهم اتقتلت ودلوقتي ما عندهمش اي حاجة تدافع عنهم. بتطلع الخريطة وبتوريهم الاماكن اللي ممكن يلاقوا فيها اي حيوانات روحية، لكن كلها بتكون محجوزة ومش هيقدروا ان هم يروحوا لهناك. بيقول لهم فان ان هو عارف مكان يقدروا يلاقوا فيه حيوانات روحية، وفعلا بيوصلوا للمكان اللي فان واخدهم ليه وبيطمن ان مفيش اي حد وراهم. بينزل من على التل بسرعة وكلهم بيلاقوا عليه، لكنه بيطمنهم وبيطلب منهم ان هم ينزلوا هم كمان، وبيعرفهم على المكان وبيشوفوا كل الحيوانات اللي موجودة، وبيشوفوا الثعلب بثلاث ديول وبيستغربوا جدا. وبيسأل فان عن درجة التحول بتاعته، لكن برضه اول ما بيشوفوا فان بيستغرب ان حيوان زي ده موجود هنا، وبيستنتج ان ده حيوان شخص تاني وهو موجود هنا دلوقتي. وقبل ما يهربوا بيطلع عليهم الشخص ده وبيهجم عليهم، لكن بيتفادى فان وبيقول لهم ان المنطقة دي بتاعته، واذا كانوا خايفين على نفسهم فيسيبوا المكان ويمشوا احسن لهم والا مش هيرحمهم. وطبعا مش بيكون معاهم اي حيوانات تحميهم، لكن بيمثلوا ان هم معاهم حيوانات كتيرة وكمان محتارين يختاروا انهي واحد فيهم علشان يقتلوه. وفعلا بيصدقوا الشخص ده وبيخاف وبيسيبهم وبيجري، لكن بيجروا وراه وبيوصلوا لزعيم المكان واللي بيكون دب الباندا، وبتبدا المواجهه ما بينهم. وبيكون الدب ده عنده قدرات اسطوريه زي انه بيمتص الوانهم وبيحولوا الوهم، ومش بيكونوا فاهمين حاجه وبيحاولوا ان هم يقاوموه، لكن طبعا الدب بيكون اقوى منهم بكتير. بيستدعي فان الكلب بتاعه علشان يهجم عليه، لكن مش بيكون فاهم اي حاجه وبيسيبهم يضربوا ببعض لحد ما بيستوعب اللي بيحصل، وبيجي من ورا الدب وبيضربه. بيجي الشخص التاني وبيهدف الدب بحبل وبيكتفه وبياخدوا منهم وبيهربوا وبيحاولوا يجروا وراه ويمسكوه، لكنه بيكون هرب خلاص. وبنعرف ان اسمه السو، وبيروح لمكان غريب وبيكون مع الدب وبيطلب منه ان هو يقابل رئيس الحراس يانج، واللي بيكون خاطف الحيوان بتاعه وكان وعده ان هو لو اصطاد اي حيوان تاني يرجعه له. بيقول له سو ان هو نفذ التفاهم والمفروض دلوقتي يرجع له الثعلب بتاعه. بيضحك عليه يانج وبيقول له خلاص ماشي، وبيدخل حاجه غريبه في الظل بتاعه وبيجيب له الثعلب ده. واول ما بيشوفه سو بيروح له بسرعه علشان يطمن عليه، لكن فجاه بيتضرب الثعلب
التاني اللي معاه، والجنود بتاعته بتهجم عليه من كل ناحيه ومش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل، وبيطلب من يانج ان هو يوقف جنوده، لكن بالعكس بيطلب منه ان هم يهجموا عليه، وبيقدر سون ان هو يتفاداهم في الاول وبيهاجمهم، وفي اللحظه دي بيخرج يانج الوحش بتاعه واللي بيكون ضخم وقوي جدا وبحركه واحده بس بيجيبه تحت رجليه. بيجي تاني يوم ومش بيكونوا عارفين هيعملوا ايه، وبيروحوا علشان يسحبوا مدخراتهم، وبيعرفهم الراجل ان الخنزير اللي كان حيلتهم اتاخد. بتفضل يانج تعيط وتقول ان هم كده خلاص فلسوا، لكن بيقول لهم فان ان هو كان معاه شويه فلوس كده شايلهم. بيروحوا للسوق علشان يشتروا حيوان روحي ليهم، وبتختار لينج حيوان لكنه بيكون غالي عليهم، وبيفضلوا يفصلوا لحد ما بيعرفوا يشتروه. وهم ماشيين بينده عليهم بياع وبيقترح عليهم يشتروا منه، وبيشوفوا الدب اللي كانوا بيهاجموه امبارح وكمان الثعلب بتاع سو. بتقولوا لينج احنا اللي استنى الحيوان ده رجعوا لينا، وبيعرف البياع من لبسهم ان هم من عشيره لينج، وبيفضل يستهزأ بيهم. بيتعصبوا جدا وبيعمل شينج خدعه تخليه يفكر ان الباندا ده حفر حفره وهرب، وبيفتح البياع الصندوق علشان يشوفه لكن بيلاقيه موجود عادي واتضحك عليه. وفي اللحظه دي بيضربوا الباندا وبتروح لواحده منهم واللي بيكون اسمها جيون، وبتطلب منه انها تخليه الوحش بتاعها ويساعدهم. بيكون الباندا رافض الاول لكن باصرار جيون بيوافق، وفعلا بيكون الوحش الخاص بيها، وبيفكوا الثعالب بتاعت سو. مش بيكونوا عارفين هو ايه اللي حصل له او ليه تخلى عن الوحوش بتاعته، وبتشرح لهم الثعالب اللي حصل معاه وانه تخلى عنهم غصب عنه وانه حاليا محبوس عند يانج، وبيطلبوا منهم المساعده علشان يقدروا يطلعوه. وبتقول لينج ان طائفه الشرق اللي يانج بيحكمها تسببوا ليهم بمشاكل كبيره في الماضي، وان يانج بيمتلك قوه جنرال روحي على الاقل، ولو كان فان عايش كان هو اللي هيقدر ينقذه، لكن هم مش هيعرفوا يعملوا حاجه. بيقول فان ان هم عندهم فرصه، وبيطلب منهم ان هم يرجعوا لمكان الطائفه ويفكروا هيعملوا ايه. واول ما بيمشوا بيدي ليانج رساله وبيقولوا ان هو شاف عليها اسمها وعرف انها ليها، واول ما بتشوفها لينج بتقدر تتعرف على الخط واللي بيكون خط فان، وبتقراها على طول وبيكون مكتوب فيها ان هم يبحثوا عن شجره معينه في الجبل وانه هناك سايب لهم حاجه. وفعلا بيروحوا للشجره وبيلاقوا صندوق ورساله تانية بتفتحها لينج وبتبدا تقراها، وبيكون فان كاتب لهم وصيه وبيقول لها انا عارف اني هكون ميت وانت بتقري الوصيه دي دلوقتي، وبيطلب منهم ان هم ما يستسلموش ابدا وانه لسه عندهم فرصه يرجعوا حقهم ويرجعوا العشيره اقوى من الاول. بيعرفها ان هو ساب لهم في الشنطه دي حبوب طاقه هتساعدهم ان هم يرجعوا قوته، وبيعرفها ان هو دايما هيكون معاهم وهيشهد على النصر بتاعهم. وبنشوف سو هو متكتف ويانج بيعذبه، وفي اللحظه دي بيدخل فان واللي معاه والحيوانات بتاعتهم وبينقذوه من اللي هو فيه، وبيقول لهم فان ان هم لازم ينفذوا خطتهم، وبيطلب من لينج والباقي ان هم ينقذوا الحيوانات المحبوسه. وهو هيشتت يانج وبيطلب منهم ان هم يرجعوا تاني ويساعدوه بعد ما يخلصوا، وبيسالوا سو انت انقذتني ليه؟ فبيرد عليه فان انت قوي جدا واحنا هنحتاج مساعدتك، وبعد ما نخلص هنقسم الغنايم والكنوز بينا. وبيوافق سو وبينضم ليهم. بيروح فان لغرفه الكنوز وبيكون مبهور بالحاجات اللي موجوده واللي بتكون نادره جدا، وبيقول للحيوانات بتوعه ان هو هيطورهم بعد ما يهزم يانج. وفي اللحظه دي بيحس بحركه غريبه في المكان وبيظهر يانج، وبيقول مفيش لزوم لكل ده وانه لو انضم للطائفه بتاعتهم كانوا هيدوا له اللي هو عايزه. بيقول له فان ان هو مقدر العرض اللي بيعرضوا عليه لكنه جه هنا علشان ينتقم لعشيرته. في اللحظه دي بيهجم وحشي ينجا على فان وبيحاول ان هو يجري وبيهرب منه لكن بيكون سريع جدا. بيقرر فان ان هو يواجهه وبيفضل يحدفه باي حاجه بتيجي قدامه علشان يقدر ان هو يعطله، لكنه مش بيسمع صوت اي حاجه من اللي حدفها دي بتتكسر. بيبص علشان يشوف في ايه وبيلاقي الوحش وينج بيرجعوا كل حاجه مكانها، وبتبدا النبته بتاعت فان انها توقع كل حاجه. بيكون ينج هيموت من الحسره على الفلوس بتاعته والكنوز اللي بتتكسر دي، وبيكون فان خلاص هيمشي من المكان لكن بيوقفوا الوحش ده وبيضربوا ضربه قويه جدا. وفي اللحظه دي بنشوف لينج وباقي الفريق وهم خلصوا مهمتهم وبيقرروا يدخلوا يشوفوا فان ويطمنوا عليه، لكن بيلاقوا حصل انفجار في المكان اللي فان المفروض فيه، وبتقلق لينج عليه جدا لكنها بتلاقيه واقف قدامه عادي لكنه بيكون متصاب، وبيطلب منها انها تشتتهم لحد ما يقدر ان هو يعالج نفسه. وفعلا بيوصل ينجو وبيبداوا ان هم يهاجموه ويعطلوه، كل واحد فيهم بيعمل حاجه مختلفه، لكن طبعا ينجو مش بيسكت وبيزود طاقه الوحش بتاعه بيبقى اقوى بكتير ومحدش بيقدر عليه، وبيقدر ان هو يقضي عليهم وبيترموا كلهم على الارض ما عدا لينجو وفان. بيضحك ينجو بطريقه غريبه وبيطلب من الوحش ان هو يقضي عليهم هم كمان، وبيمسكها الوحش وبيكون خلاص هيموتها. بيقول لهم ينجو ان عشرتهم خلاص انتهت وهتبقى رماد دلوقتي، وبيطلب من الوحش ان هو يقتلها، لكن قبل ما ينفذ كلامه بيظهر حوت ضخم، وطبعا بيكون فان هو اللي عمله بعد ما طور سمكه السلور بتاعته، ومش بيكونوا مصدقين اللي هم بيشوفوه. بتبدا معركه قويه بين الحوت والوحش بتاع ينج، وبيكون خلاص الوحش هيقضي عليه، لكن فان بيزود من قوته وبتكتفه النبته من كل حته وبيظهر الحوت من فوق، وبيبدا ان هو يسحب كل قوته. بيستخدم الوحش كل قوته وبيفضل يعافر لكنه مش بيعرف يعمل حاجه، وبيقدر الحوت ان هو يبلعه وبيمتصه بالكامل، والنواه بتاعته بتقع على الارض وبيكون لازم يكسروها، وبيجري فان علشان يدمرها، لكن بيلحقوا ينج بقوه الظلال الكبيره بتاعته. بيهجم عليه ومش بيقدر فان ان هو يتحرك، وبيقول فان لنفسه ان بمجرد ما يدمروا النواه دي كل حاجه هتخلص ويقدروا ان هم يرجعوا لبيوتهم تاني، ومش بيقبل بفكره ان هم خلاص هينتهوا ويخسروا. بيضحك ينج بطريقه غريبه وبيقول لهم ان هم خلاص هيموتوا
هيموتوا دلوقتي وعشيرة لينج هتنتهي ومش هتكون موجودة تاني. وقبل ما يخلص عليهم بتظهر البنت اللي فان انقذها وحررها من تشوي، واللي بتكون نصف بشرية ورجليها رجل مازة وشكلها غريب. بتبدا انها تهاجم ينج بكل قوتها وبتقدر انها تخلص عليه بكل سهولة، وبيفرح فان جدا وبيشكرها انها انقذته. لكن البنت دي وشها بيحمر وبتتوتر وبتتكسف جدا وبتسيبه وبتجري، وشكلها كده بتكون معجبة بيه. ومش بيكون فان فاهم مالها المجنونة دي وجريت ليه، وبيستنتج انها كانت بترد له الدين بتاعها لانه انقذها. وبعد ما بيقسموا الغنايم بينهم بالعدل، لكن بيقول سون هو تعب معاهم جدا وعلشان كده من العدل انه هو يديهم 70% من الغنايم دي وياخد هو بس الباقي. وطبعا فان مش بياخد على كلامه وبيخلي الكلب يعمل معاه الصح وبيخليه ينسى الكلام اللي هو كان بيقوله ده، وبياخد اقل واحد فيهم وبيسيبهم وبيمشي. وبيطلب فان منهم ان هم يشوفوا الحيوانات اللي هم عايزينها وياخدوها، وبيشوف وحش صغير وبيقرر ان هو يستخدم قوته علشان يضمه ليه. وفعلا بيسمع الوحش الكلام وبيكون العاده معاه، لكن بتحصل حاجه غريبه. بيحس فان ان في حاجه بتحصل له وبيغمى عليه، وبيحاولوا ان هم يفوقوه لكنه بيفوق تاني يوم، ومش بيكونوا فاهمين السبب اللي خلاه يفقد الوعي كده. وبتقول له جيون انها هتعمل له الفطار علشان يقدر يستعيد طاقته من تاني، ومش بيكون فان فاهم ايه اللي حصل له امبارح والقوه الغريبه اللي هجمته بعد ما ضم الوحش ده ليهم. ولحسن حظه ان هو عنده مواد التطوير وان هم يقدروا يطوروا جميع حيواناتهم لمرحله الروح، وبيستغل ان مفيش حد شايفه وبيستخدم قوته علشان يطوروا من الوحوش اللي معاهم. وبيخلص وبيفتكر ان لينج شافته وهو بيطور السمكه الحوت، وبيقرر ان هو يروح لها. بتعتذر له لينج انها دخلته في صراع عنيف زي ده وهو لسه مستجد معاهم، وبتشكره وبتقول انها سعيده جدا ان هو بقى كويس. بيلاحظ فانج على وشها انها حزينه ولسه معيطه، وبيسالها لو فيها اي حاجه. بتمسح لينج دموعها وبتقول له انها كانت لسه بتدعي للمعلم فان، وكانت بتحكي له عنه وقالت لهم ان هم لسه عندهم امل علشان هو انضم ليهم وبقى واحد من العشيره، لكنها ما تعرفش اصلا ان هم الاثنين نفس الشخص. بيفرح فان جدا وبيقول لها ان ملوش لازمه الكلام ده، وبيعرفها ان هو جه هنا علشان يحكي لها عن قصه سمك السلور. وفعلا بيحكي لها كل حاجه، وبتقول لينج انها ما كانتش متوقعه ابدا انها تشوف شخص بيستخدم سمك السلور بعد اللي حصل. بيغير فان الموضوع وبيسالها انت كنت بتشتغلي ايه قبل ما تنضمي للعشيره، وبتطلب لينج ان هم ياجلوا كلامهم ده لبعدين، وانها دلوقتي عايزه توري له حاجه، وبتوري الاعلان اللي هو مطلوب انه يتمسك فيه، وبتساله لو هو مش شخص كويس فعلا. بيتوتر فان وبيحاول يفهمها وبيقول لها ان هو مظلوم ولفقوا له التهمه دي وهي لازم تصدقه، لكن بتعرفه لينج انها فعلا مصدقاه وكل الحاجات الكويسه اللي عملها معاهم، فمستحيل يكون شخص مش كويس. وبالرغم من انهم قضوا مع بعض وقت قصير الا انها حاسه دايما انها تعرفه من زمان، وسلوكه وطريقه تعامله مع الاعداء وحتى استخدامه لسمكه السلور، كل الحاجات دي بتفكرها بالمعلم فان، وده دليل قوي ان هو تلميذه. وبتطلب منه ان هو يعرفها اذا كان تلميذه او تلميذ حد من صحابه، او ممكن يكون هو بشحمه ولحمه. وطبعا بيكون فان مصدوم من الكلام ده ومش عارف يرد يقول ايه، لكن بيقول انه علشان يمسك الخاين اللي خلاه يموت لازم يخفي هويته الحقيقيه، وبيمسكها. لكن قبل ما يقول اي حاجه بيدخل عليه شينج وجيون، وبيكونوا كل ده بيسمعوه من بره، وبيكتفوه. بيقول له جينج ان هم كانوا متاكدين انه بيخطط لحاجه معينه وعلشان كده كانوا بيراقبوه. بتسالهم لينج لو يعرفوا موضوع سمكه السلور وانه قدر يطورها لحوت ضخمه. بيتعصب شينج اكتر انه خبى عليهم سر زي ده، وبتطلب جيون من شينج ان هو ياخد فان لاوضته، وبتسال لينج عن اللي هي شايفاه وانه ممكن يكون في علاقه باللي والمعلم فان، وانه اكيد يعرفوا بعض. بتعرفها لينج ان هي كمان فكرت في كده، لكن المعلم فان مش بيقرب من اي حد ازاي. بتغير الموضوع وبتقول لها ان اولويتهم هي تقييم البطوله اللي هيشاركوا فيها، وبيجي تاني يوم واللي بيكون يوم البطوله. وطبعا بما انهم مفلسين مش معاهم فلوس يشتروا مواصله عليها القيمه، بيضطروا ان هم يركبوا الخنازير. بيكون شينج متحمس جدا للبطوله لان هم قضوا وقت كبير في التدريب، وبتقول جيون انها متوتره جدا لانها اول مره هتشارك في بطوله. وبتعرفها لينج ان هم مش هيروحوا المكان المنافسه الاقليميه، فمالوش لزوم انها تتوتر، وان هم يوصلوا لمناطق الطوائف البسيطه وبعدها ياخدهم المفتش للجزيره. بتسالها جيون عن عدد الطوائف البسيطه في كل منطقه، وبتعرفها لينج ان هم في الماضي كانوا 3 أو 4 وعددهم حوالي 12 راجل. وبيلاحظوا ان في حاجه غريبه في المكان، وفعلا بيشوفوا البنت الغريبه اللي فان انقذها قبل كده. وبتقول لينج انها بقالها كذا يوم بتراقبهم، ولاحظت كمان انها بتتصنت عليهم من البوابه، واول ما بتيجي تتكلم معاها بتهرب على طول، وواضح انها خجوله جدا. بيوصلوا للمكان وكل الناس بتفضل تتكلم عنهم وعن العشيره بتاعتهم، وبيفضلوا يستهزئوا بيهم، لكن بيضطروا ان هم يتجاهلوا كلامهم. بيستقبلهم المفتش ليه وبيرحب بيهم، وبتروح له لينج وبتساله ليه كل الناس دي مشاركين في البطوله. بيعرفها ليه ان الموضوع ده بسببهم، ومن ساعه ما اترفضوا كل الطوائف التانيه بقت ملهوفه انها تاخد مصادرهم حتى الطوائف البسيطه، وعلشان كده اتطوروا بشكل كويس جدا ودلوقتي بقوا مؤهلين للبطوله. بيبدا الكل ان هو يستهزئ بيهم اكتر، وبتتعصب لينج عليهم. وبيجي واحد منهم وبيقول لها انت المفروض يعني معلمه ولازم تكوني قادره ان انت تكتمي غضبك، الكل هنا عارف انكم ضعفاء ومش هتعرفوا تعملوا حاجه، علشان كده انا بقترح انكم تنسحبوا بكرامتكم احسن. بيقول فان لعشيره وانج لما اتسرقتم مين اللي ساعدكم، لكن لما بقينا احنا اللي محتاجين مساعده ما حدش منكم عمل حاجه، بالعكس استغليتوا ضعفنا وهو ده ردكم للدين. بيرد عليه
وبيزعمهم بيقول له ما تحاولش انك تحرك مشاعرنا تجاه الطائفه بتاعتك، الموضوع بيحتاج دم وفلوس كتير، واللي عنده اكتر هو اللي ليه الحكم، ورد الدين مش هينفعهم بحاجه. وبرضه هم مش ناسين ان المعلم بتاعهم مات ومش هيعرفوا يعملوا حاجه دلوقتي. بيتأسف فان من كلامهم جدا وبيستدعي الحيوانات بتاعته، لكن برضه هم كمان بيستدعوا حيواناتهم وبيطلبوا منه ان هم يهجموا عليه، لكن مش بيقدروا يعملوا حاجه معاهم. وبيمسكوا فان وبيقولوا ان هم لازم يستعدوا كويس علشان يرجعوا اللي سرقوه منهم، وان هم هيجوا تاني علشان ياخدوها. وكلهم بيكونوا خايفين جدا وبيقولوا لهم ان هم هيرجعوا كل حاجه هم سرقوها تاني، لكن يسيبوهم في حالهم وحتى البطوله مش هيشاركوا فيها. وفعلا بينسحبوا من البطوله وبيدخل مكانهم عشيره لينج، وبيشوفوا صوف الطائفه اللي قدامهم وبيستغربوا جدا، وبيقول لهم هو غريب ان مدرب زي ينضم للطائفه. وبيستغرب هو كمان وبيسال هم ازاي وصلوا للمستوى المتقدم ده بالسرعه دي. وبيسال فان انت دربتوهم ازاي؟ بيقول له فان ان هو سريع الملاحظه جدا، ولو كان كل اللي في العشيره زيه كده ما كانوش عانوا كل ده. بيقترح عليهم سون ان هم يشكلوا تحالف مع بعض، وبيدخل واحد من الطائفه الثانيه في الكلام وبيطلب ان هم الثلاثه يتحالفوا مع بعض ويتعاونوا، لكن بيرفض سو، بيقولوا ان هم ضعفاء جدا وبيصطادوا الحيوانات الضعيفه ومش هيكسبوا اي حاجه من التحالف معاهم، بالعكس هم من الاحسن ليهم ان هم ما ينسحبوا من البطوله. بيطلب ليه منهم ان هم يستعدوا علشان البطوله هتبدا على الجزيره قريب، وفعلا بيوصلوا للجزيره اللي هتقوم فيها البطوله. بترحب بيهم المفتشه لينا، واول ما بتشوف عشيره لينج بتروح وبترحب بيهم وبتقول لينج انها من معجبينهم وبتحب المعلم فان جدا. بتقول لها لينج ان هم جم علشان يشددوا من عزيمتهم ويتشرفوا بارشادها ليهم. بتشجعهم لينا وبتقول لها انها واثقه فيهم وبتديهم اهم حاجه في البطوله واللي بتكون عباره عن اساور بيضاء، وبتعرفهم ان في 3 قوانين مهمين جدا لازم يهتموا بيهم. اول حاجه ما ينفعش يخلعوا الاسوار اللي اديتها لهم من ايدهم نهائي، وتاني حاجه اي حد هيقع في الميه يخسر، وتالت حاجه الخاسر هيكون محبي. بيقول لها شينج ان هو فاهم اول القوانين لكن التالت ده مش فاهمه خالص. بتقولوا ليلا ان اي هجوم على الخاسر هيخرجك من المنافسه خالص، وبتقول لهم ان الشرح خلاص خلص والبطوله هتبدا قريب وهتسيب الجزيره، وبتتمنى لعشيره لينج النجاح. بنشوف مراكز الاوامر وكلهم بيكونوا متجمعين. بيدخل المفتش باي واخته اللي بيكونوا جايين كمشرف على البطوله، وبتقول لينا واحد من الجنود اللي الاشاعات بتقول ان باي واخته ليهم علاقه بموت المعلم فان، لكن بيسمعهم باي وبيقول لا طبعا انا ماليش علاقه بحاجه زي دي ومستحيل اعمل كده اصلا. بتتخض لينا جدا وبتفضل تعتذر له وبتقول ان دي مجرد اشاعات سمعتها وبتطلب منه ان هو يسامحها. بيقول باي ان بما ان كان في طائفتين من الفئه الثانيه في نفس المنطقه فمش من الغريب ان الناس تفتكر ان هم بيتنافسوا ضد بعض، وبيكمل كلامه وبيقول انا كنت محظوظ كفايه اني نقول فرصه ان قاتل المعلم فان في الوقت ده كان اقوى مني بمراحل، علشان كده عرفت اني اخسر قدامه، وبالرغم اننا كنا في نفس العمر الا انه وصل لعالم تاني بعيد كل البعد عني. وفعلا بيروح باي معاه وبيعلن ان البطوله هتبدا، لكن بتحصل حاجه غريبه والجزيره بتترفع، لكن بيطمنوهم وبيعرفوهم ان الجزيره مجهزه علشان لو اي حاجه زي كده حصلت، وبيعرفهم ليها عن طريقه حساب النقاط. وموضوع الرحله الاولى من البطوله هو التجميع، وان موجود في الموقع 500 ابواغ لبذور مشعه، وانهم اول ما يلمسوا بالاساور بتاعتهم الابواغ دي هياخدوا النقط بتاعتهم. انا بصراحه ما اعرفش يعني ايه ابواغ، ولكن ادينا بنشوف وبنتعلم. واول ما بيجمعوا 300 نقطه بتبدا المرحله الثانيه، وفعلا بيكون سهل ان هم يجمعوا البذور دي لانها بتكون بذور مشعه وبيقدروا يشوفوها من خلال الضوء بتاعهم، لكنها بتختفي بسرعه ولازم يسرعوا وهم بيمسكوها. وبيقول فان بما ان في 500 بذره في المرحله الاولى والمرحله الثانيه هتبدا لما يجمعوا 300، وبما انهم عايزين يكونوا في المرتبه الاولى لازم يجمعوا اكتر من 20 نقطه. وبيقول ان هم لازم ينفصلوا وكل واحد منهم يجمع 5 نقط على الاقل. بيتجمعوا في المكان ده لما المرحله الاولى بتخلص، لكن بيكون في طائفه بتقدر انها تخلع الاساور بتاعتها لمده 3 دقائق وبيلبسوها للحيوانات بتاعتهم علشان يقدروا يجمعوا نقاط اكتر، وطبعا ده بيكون غش. لكن فجاه مش بيقدروا ان هم يتواصلوا مع الحيوانات بتاعتهم، وفجاه بيظهر شاب غريب واللي بيكون اسمه تشيج وبيكون ماسك الحيوانات بتاعتهم كلها، وبيقول لهم مش هيبقى عليكم تستخدموا حيله رخيصه كده علشان تكسبوا. بيتعصبوا جدا عليه وبيشتموه، لكن دراعه بيتحول لوحش وبيعرفهم على نفسه وانه من طائفه الشرق. واول ما بيسمعوا اسم الطائفه بيخافوا جدا، وبيظهر ليه في مراكز الاوامر ان تم اقصاء طائفه التينانيون، وبيطلب ليه من مفتشين المنطقه ان هم يروحوا يتاكدوا من سلامتهم ويستعدوا لو اي حاجه حصلت. بتكون لينج بتجمع النقط بتاعتها وبيجي 2 شكلهم غريب وبيقولوا ان الكمين اللي عملوه نجح، لكن بيكونوا متضايقين ان هم قدروا يمسكوا شخص واحد. بيفضلوا يضايقوها وبيسالوها عن اسمها واسم العشيره بتاعتها، وفجاه بيظهر دان وبيعرفهم هو عليها. بتتفاجئ لينج اول ما بتشوفه وتفرح جدا. وهنا بينتهي الجزء الاول من الانمي بتاعنا عزيزي المشاهد. انتظروا الجزء الثاني اللي مليان حماسه وهنشوف فيه يا ترى هيقدروا يكسبوا البطوله ويرتقوا بالعشيره بتاعتهم ولا لا. لو متحمسين اعملوا لايك وسبسكرايب وقولوا لي في الكومنتات لو عايزين الجزء الثاني. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلب طوكيو انمي، والسلام.